الكرة إلى محمد صلاح، يبحث عن التقدم، صلاح يبحث عن المرور، صلاح للتاريخ للتاريخ للتاريخ، ومن يكتب التاريخ أفضل من أبناء مصر. صلاح يسجل، صلاح يتقدم، صلاح يضعها في المرمى، يضعها في المرمى. الله عليك، تسلم رجليك، الله عليك، الله عليك، الله 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 عليك، الله عليك، الله الله الله. محاولة في الأولى في شوط المباراة الأول، ومصطفى في المكان المناسب، في المكان المناسب يتصدى الكرة الماضية. الأول وايتس منتخب نيوزيلندا بكروكومي في حراسة المرمى، مايكل تيمبايني في الجهة اليمنى وكاكاتشي في الجهة اليسرى. أمامهم ستامينيك جوبل، وبعد ذلك يأتي ساربريتس أيضا. وفي المقدمة الأشهر على مستوى نيوزيلندا والأشهر في تاريخ نيوزيلندا، والحديث عن كريسوود تلاقى من مرموش في منطقة الجزاء من عمر، لكن حاضرة في المنتخب المصري هنا في هذا اللقاء. أحدهم من يمتلك الكرة الآن حمدي فتحي في الجهة اليسرى إلى فتوح. أمامية ملعوبة الآن تأتي عن طريق إمام عاشور، يلعب مباراة دولية رقم 31 على مستوى هذه المواجهات الأولى الرسمية ما بين الفريقين، والأولى لمصر في نهائيات كأس العالم أمام فريق من أوقيانوسيا. كرة محاولة أمامية تصل سهلة عند كيفية إبعاد هؤلاء الثلاثة من أمام منطقة الجزاء، بينما في الجانب المقابل الآن محاولة مصرية وصلت إلى عمر مرموش، أبعدت من أمامه، تحولت في الجانب المقابل البحث عن المرتدة، لكن اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذا بشكل جيد في أرضية الميدان حسام وبقية الأسماء. انطلاقة عن طريق منتخب نيوزيلندا، عرضية، هذا سينغ قلت لكم هذا ساربريت، هذا ساربريت سينغ صاحب 27 سنة هو وكريسو. أخرى أيضا لعصام الحضري. تعود المحاولة من جديد، وصلت عن طريق إمام عاشور، لمسة بعد ذلك إلى مروان في الجهات اليسرى. أحمد فتوح، أمامية من فتوح إلى إمام يبحث عن التقدم، يعيد الكرة من جديد، عادت بأقدام مروان، أمامية طالت على الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل الكرة إلى ركلة مرمى عند الحارس ماكس. 199 مرتين في 99 وديا. انتهت المواجهة الأولى 1-1، وكرة الآن لمصلحة المنتخب المصري. صلاح داخل منطقة الجزاء، ذكرت لعبوا وديا 3 مرات، 99 1-1، وبعدها ب5 أيام لعبوا مرة أخرى مباراة انتهت 1-0 بهدف إبراهيم حسن. مؤخرا التقوا هنالك في القاهرة. كرة محاولة خطيرة جدا، مصطفى شوبير يتصدى لمحاولة مصلحة المنتخب النيوزيلندي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. سيرمان يسجل ويضع الكرة يرتقي ويضرب ويضعها في مصطفى شوبير. ما كنا نتحدث عنه من الجانب البدني والحضور على مستوى الارتقاء يأتي من ولا عن طريق سيرمان إلى حارس المرمى كروكومبي. أمامية من كروكومبي في وسط الميدان، وصلت إلى ساربريت سينغ ساقطا في أرضية الملعب. ساربريت وبطاقة صفراء. الدقائق القادمة من أحداث هذا اللقاء وشوط المباراة الأول، لأن العودة مطلب قبل نهاية هذا الشوط. الآن تصل إلى رمي التماس. نيوزيلندا تبدأ بشكل جيد في شوط المباراة الأول. كرة بمحاولة خطيرة جدا، لكن شوبير من جديد يا الله. ساربريت سينغ تلعب الكرة بشكل سريع، ينطلق إمام عاشور الآن، وانطلاقة من أحمد فتوح في الجهات اليسرى، ومحاولة لمصلحة المنتخب المصري. عودة تصل إلى مروان عطية، محاولة لتغيير اتجاه اللعب. محمد هاني الآن إلى زيكو، أمامية إلى محمد صلاح، عادت من جديد محاولة
تأتي وتسديد اصطدمت، تحولت إلى خارج الآن. ركنية مصرية الآن ملعوبة تصل إلى مروان. عودة بالمحاولة من جديد داخل منطقة الجزاء. صلاح يبحث عن التقدم، يعيد الكرة والعرضية والرأسية. يا الله يا الله، ماذا لو مرت لا وجود الخطأ في اللقطة الماضية. عادت من جديد عن طريق صلاح، أمامية تصل إلى إمام. يلا يا إمام المرة الثانية يا إمام، يلعبها إلى مرموش. لكن حارس المرمى كروكومبي يتصدى. كروكومبي لمحاولة أولى، أخطر المحاولات مرة أخرى وصلت عن طريق جاست، يبحث عن التقدم جاست. عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية عن طريق كريس وود. بذوبان كل هذه الفوارق الموجودة على مستوى التصنيف الدولي. كرة من إمام عاشور فيها تدخل، صافرة موجودة وحكم المباراة يعلن عن وجود يبحث عن محمد صلاح الآن أمامية، لكن كرة لاشين لم تكن أبدا بالصورة المطلوبة، ما كانت كرة لاشين بالشكل المطلوب. تلعب لمصلحة المنتخب النيوزيلندي. البحث عن المرتدة، عادت خطأ وبطاقة صفراء. نعم، انذار يأتي على مكان البشري الموجود. محاولة خطيرة الآن، مرموش إلى محمد صلاح. مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب. هذه سينج. عودة بالمحاولة من جديد لمنتخب نيوزيلندا عن طريق إيلايجا جاست. لمسة الآن سينج، عرضية داخل منطقة الجزاء. شوبير. برافو يا مصطفى. حضور في التوقيت المناسب. ومحاولة لمصلحة رامي ربيعة. ياسر إبراهيم، لمسة تصل عند مهند لاشين إلى رامي ربيعة مرة أخرى. يبحث في الكرة الماضية عن الجهة اليسرى، أمامية لمصلحة المنتخب المصري. صافرة أخرى، خطأ آخر يأتي على اللاعبين الآن للمنتخب المصري. واضح لمصلحة المنتخب النيوزيلندي الذي يدافع عن هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة. معنويا مهم جدا أن نسجل قبل نهاية شوط المباراة الأول. مهم جدا أن يعود المنتخب المصري للتعادل. يتراجع المنتخب. كرة تصل عن طريق عمر مرموش، تغيير لاتجاه اللعب. حلوة الكرة الماضية، انطلاقة تأتي عن طريق محمد هاني، يلعبها إلى زيكو الآن. عرضية يا زيكو داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا استمرية الميدان والمحاولة إلى رمي التماس لا زالت مستمرة وقائمة. محاولة ملعوبة أمامية الآن، تصل عن طريق محمد صلاح، سيطر على كورة محمد، يلعبها إلى مصطفى. عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام إمام. نديد لمصلحة المنتخب المصري. انطلاق الآن، انطلق يا إمام، انطلق في الجهة اليسرى، ينتظر المساندة. كرة تأتي عن طريق مروان عطية. مروان يعيدها إلى أحمد فتوح إلى مروان في الجهة اليسرى. البحث عن الكرات العرضية، وصلت بعد ذلك عن طريق اللاعبين. لاشين إلى كرة فيها تغيير لاتجاه اللعب. الأخيرة يا إمام، بشكل أسرع شوية فتوح، إلى الأمام. لا ترجع صفرت. نهاية الأحداث تعلن عن نهاية شوط أول بتقدم المنتخب نيوزيلندا بهدف مقابل لا شيء. نلتقي مع بداية الشوط الثاني بحول الله. إلى اللقاء. الفعل الكبيرة من الجانب المصري فيما يتعلق في موضوع العودة بنتيجة المواجهة، ونتمنى فرتي عمر العلي الحكم الدولي الإماراتي مع محاولة أولى للمنتخب المصري. هاني، عرضية داخل منطقة الجزاء. صلاح يحاول، وحارس المرمى كروكومبي في التوقيت المناسب. المنتخب المصري إلى أجواء المواجهة سريعا. أمامية ملعوبة، وصلت إلى الجهة اليسرى الآن. الكرة عن طريق إمام عاشور، يبحث عن العرضية. إمام لا زالت مستمرة وقائمة. عودة بعد ذلك داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا التصدي يأتي من بوكسال. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ فيما يتعلق بالتعادل. كرة بتسديد تأتي لمصلحة ياسر إبراهيم، يلعبها في الجهات اليمنى الآن. حلوة بالكعب عن طريق محمد هاني.
زيكو لم يلعب الكرة بالشكل المطلوب. عادت المحاولة من جديد. صافرة موجودة. لا نعم أهلا الدولي الإماراتي عمر العلم. عودة بعد ذلك إلى سيرمان صاحب هدف في المباراة الوحيد. حلو التدخل والإبعاد في التوقيت المناسب. لمسة إلى من؟ إلى زيكو. تسديدة تأتي لازالت مستمرة وقائمة. تأتي عن طريق محمد هاني لكن أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الميدان. عادت من جديد. وصلت عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن والحديث عن إمام عاشور. تسديدة من إمام مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. على مستوى الأسماء الحاضرة في تشكيلة المنتخب المصري يجب أن يفعل خيار الكرات العرضية بشكل أكبر الآن. انطلاقة مصرية. تسديدة للاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم. لمسة بالكعب جميلة جدا من مرموش. انطلاقة من الجهة اليسرى عرضية وابعدت. تاليها محاولة إمام عاشور وتسديد اللي مرت بجوار كرة داخل منطقة الجزاء. أوه حلوة من شوبير. حلوة من شوبير وحلو التدخل. خطيرة جدا الكرة الرأسية. كالو مكاوت هو اللي لعب الكرة الرأسية الماضية لكن شوبير في الدقيقة الثانية الآن. عرضية داخل منطقة بين أقدام لاعبي منتخب مصر. وصلت عن طريق مرموش. إمام عاشور محاولة لتغيير اتجاه اللعب. العودة للجهة اليسرى مرة أخرى. الانطلاقة التصدي والكرة بعد ذلك تأتي والتصدي والإبعاد خطير. وأكثر من سجل معهم. كرة لمنتخب مصر الآن 10 دقائق أولى على بداية الشوط الثاني. محاولة عن طريق ياسر إبراهيم. أمامية ملعوبة من ياسر في الجهة اليمنى. هاني قبل الخروج لكن كرة طالت تحولت في المصري لكن بحاجة إلى ترجمة هذه السيطرة. بحاجة إلى ترجمتها. الاعتماد على الكرات العرضية يبدو أمرا غير مجديا حقيقة في ظل البنية الجسمانية الحاضرة بالنسبة للاعب تحتضن منافسات بطولة كأس العالم هي وتورنتو في كندا بالإضافة إلى 3 مدن مكسيكية. كرة عند إمام عاشور يلعبها تصل إلى مروان الآن. تغيير لاتجاه اللعب. محمد هاني عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم جاءت عن طريق زيكو. عاد الآمال. هو ليس ابن السامبا هو ابن الفراعنة ومصر. يسجل التعديل ويضرب كما ضرب النيوزيلنديين وعادل النتيجة وبالطريقة يزيد التركيز. تأتي الرغبة الآن بشكل أكبر. المحاولة من جديد. إمام يتقدم عاشور يلعبها في الجهة اليمنى. هي لا زالت مستمرة وقائمة. تعادل يعني استمرار غياب الانتصار تاريخيا للفريقين في نهائيات كأس العالم. الفريق الله يا عمر من أجل إثبات ذلك. أمامية الآن تصل إلى محمد صلاح. لا زالت مستمرة وقائمة. عودة بالكرة والمحاولة من جديد على مشارف المنطقة عن طريق زيكو لتغيير اتجاه اللعب. طالت تحولت وصلت إلى حارس الرجل الذي يلعب مع نادي سانت تيان في كرة القدم الفرنسية. محاولة تصل عن طريق محمد صلاح يلعبها في الجهة اليسرى الآن داخل منطقة الجزاء لكن أفضل عما كانت عليه الأمور في الشوط الأول سواء فيما يتعلق بمحاولات وحضور منتخب مصر أو حتى في الجانب المقابل كريس وود. لكن هنالك الآن مصرية أمامية تصل عن طريق زيكو يلعب كرة إلى محمد صلاح يبحث عن التقدم. صلاح يبحث عن المرور. صلاح للتاريخ ومن يكتب التاريخ أفضل من أبناء مصر. صلاح يسجل. صلاح يتقدم. صلاح يضعها في المرمى. الله عليك. تسلم رجليك. الله عليك. الله يا صلاح. وقائمة من الجهة اليسرى يحاول التقدم إمام. العودة بعد ذلك إلى مروان. الانتقال في الجانب الآخر إلى هاني. المحاولة من جديد. هاني عرضية في منطقة الجزاء عند حارس المرمى كوروكو وتستمر الأمور. تأتي الانطلاقة عن
طريق تيمبايني. الكرة بعد ذلك في أرضية الميدان، وصلت عن طريق اللاعب مهند لاشين إلى الجهة اليمنى. ياسر إبراهيم أمامية من ياسر، اصطدمت من خلالها بلجيكا، والثانية هذه التي لا زال يتقدم من خلال. نتمنى بحول الله أن تستمر إلى نهايتها. يا لها من لحظات. الكرة صافرة موجودة وخطأ لمصلحة تريزيجيه. محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب. برافو. الكرة تخلصت، فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة ياسر إبراهيم. ضمنت صدارة المجموعة الرابعة، والمنتخب التركي ودع المنافسات، وبالتالي لو أنهت مصر وصيفة ستواجه وصيف المجموعة الرابعة. كرة عن طريق إمام عاشور، صدارة بحول الله. محاولة لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي لكن عند حارس الأمام، لمسة إلى هاني، عادت إلى عاشور، لمحة في اليمين، غمزة في الشمال، مستمرة. الله أمبي، ولا زالت لمنتخب مصر. الله أكبر. الله يا مصر، الله يا أرض الحضارة والتاريخ، الله يا أرض الأبطال. يا تريزيجيه، سجل تريزيجيه وضعف. لسه صلاح من الجهة اليسرى، صلاح مستمرة، عرضية. يترك صلاح الآن بعدما صنع تاريخا وساهم في كتابة مجد وثبت. وصلت إلى بندن في الجهة اليمنى، تحولت من أمامه في الجانب المقابل، سريعة داخل منطقة الجزاء، هي إلى خارج أرضية الملعب. بوكسل في الجهة اليسرى الآن، المحاولة تأتي عن طريق البديل ديفريج إلى خارج أرضية الملعب، وبالتأهل 4 نقاط توديك الدور الثاني. الله عليك يا لاشين. دوني فانكوفر على أرضية بيسي بليس فانكوفر ستاديوم، ملعب المواجهة الذي يشهد الانتصار التاريخي الأول عن طريق مايكل بوكسون. وصلت إلى ستامينيك، يلا يا شوبير، ليلتك يا شوبير. صافرة وخطأ. نعم، خطأ لمصلحة مصطفى شوبير. برافو. 26 يوم مصر لون واحد، اسم واحد. كرة عن طريق زيزو، الرابع يا زيزو، خلصها يا زيزو، اختمها يا زيزو، والأرمى يبعدها من أمام زيزو. ليه يا زيزو؟ عادت من جديد، وصلت لمصلحة نيوزيلندا، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمقدرة كوقت بدل ضايع على شوط المباراة الثاني، وبعدت في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة. خلص. أمامية ملعوبة، تحولت كلمه يا عصام، قل له يا عصام بأن صفحة أخرى من صفحات التاريخ كتبت هنا، جاءت هنا في تواجدها عبر كل صفحات التاريخ. كلمه يا عصام، اكتب له يا عصام. قلت أخرى في الجهة اليمنى ينطلق من خلالها الآن مروان إلى زيزو، اصطدمت إلى خارج. خلاص للمنتخب المصري، محبينا وأنصاره وعشاقه في كل مكان، هذا الانتصار الكبير. نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى.